السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مطبخ ام اسلام. هتعملي ايه النهارده يا ام اسلام؟ اولادي طلبوا مني ياكلوا كوارع، بس كل واحد بطريقته. المهم انه ما مش هطول عليكم. غسلتها ونقعتها، غسلتها زي القشطه بالخل والليمون والدقيق، وبعد كده نقعتها بالجنزبيل وورق الروري وشويه فلفل اسمر، خليناها قشطه قشطه قشطه. وريتها لكم يا قشطه، ونحطها على النار وشوف كل واحد طلبوا ايه في الكوارع. اهي كوارعيه واحده بس كبيره وحلوه، نشوف كل واحد ايه. لو عندك ولادك وكل واحد ليه طلب، شوف هتعملي ايه، نشوف هنعمل ايه ونحطها على النار يا حبايب قلبي. الصلاة على النبي، بركة ربنا فوق كل شيء. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. ادي كده حاططها في انا يا حبايبي في الكوارع بالذات، او لحمه راس ولا حاجه، مش عارفه انا في ده حلو ولا وحش، مش عارفه. بديهم غلوه وارجع ادلق الميه اللي فيهم واحط لهم ميه تاني تغلي تاني يا حبايبي. كده تاخد غلوه اهو يا حبايبي. بصوا الحاجه لما تكون نضيفه ومغسوله قشطه ما بتعملش ريم كتير يا حبايب قلبي. اهو بص تاخد غلوه اهو. الصلاه على النبي، بقلبها اهي. الصلاه على النبي، بركه ربنا فوق كل شيء. اهو يا حبايبي بقى، هي غلت غلوتين اهو كده حلوين قوي. نزلنا بقى عقمناها خالص اهو. عقمناها كده، يعتبر انا بعقم الحاجه يا حبايب قلبي. غلت غلوتين كده ونقوم معقمينها بقى. تحسي بقى ان حاجتك روايح. بصي يا قشطه قشطه كده، طول ما انت ايه، مش قصدي دي كوارع، اما تديها هي بتبقى ايه، تديها غلوه كده غلوتين. نحط حاطينها بقى نضيفه اهو يا حبايبي. ادي ورق روري، حبهان، مستكه اهو يا حبايبي. ورق روري وحبهان ومستكه. ادي معلقه سكر، تخليكيش الكوارع تاخد سوا خالص. الصلاه على النبي، بركه ربنا فوق كل شيء. بص حاجتك لما بتبقى قشطه بتبقى جميله ازاي. كده عقمتيها ونزلتي منها ريحه اي زفره وريحه اي حاجه. حطيها اهو يا حبايبي. هنزودها تاني اهو يا حبايبي. الصلاة على النبي، زودناها اهي. بصوا ادي جزر، فلفل اخضر، بصل، طماطم يا حبايب قلبي. الصلاة على النبي. تغلي بقى غلوتين على العالي بقى وتوطيها بقى وتفرجي عليها. بصوا بقى، ولا ريمة ولا حاجة، قشطة قشطة كده ازاي. بصوا بوريها لكم. بصوا قشطة، شربتها قشطة. تاكلي بقى الحاجة بنفسي حبايب قلبي. مش هحط ملح دلوقتي ولا فلفل اسمر دلوقتي حبايب قلبي. غطيناها اهو يا حبايب قلبي. الصلاة على النبي. بصوا يا كده. بص انا موطيه بقى النار مع نفسي. بص دي عامله ازاي، شربتها عامله ازاي. قشطه الصلاه على، بصي ما خدتش والله ساعه، يا دوبك ولا ساعه على النار واستوت اهي. عشان انا جايباها مش كبيره، انا جايباها صغيره يا حبايب قلبي. بص شربتها عامله ازاي. بص نضافه كده. حطي بقى الملح بتاعها، هي خلاص دخلت على السوا خلاص. حطي شويه فلفل اسمر يا حبايب قلبي، مكعب شوربه دجاج. دلعي شوربتك تاخدي احلى شويه شوربه. شويه فلفل اسمر، وما تنسيش عشان انا بنسى والله اقول لكم، عشان برضو في حاجات. وشويه قرفه، لا عندك عود قرفة تحطيه، لا اما تحطي شوية قرفة ناعمة عادي. اشربي بقى شوية شوربة الدلع، وتحطي فص ليمون على طبق الشوربة او مج الشوربة، واشربي احلى شوية كوارع. او تعملي فتة كوارع، بس هم النهاردة مش عايزين فتة كوارع. احمد ابني عايز كوارع. ماشي. وممبار. اسلام عايز طاجن ورق عنب بالكوارع. تعملي ايه بقى في المشكلة دي كلها؟ طلباتهم اوامر اللي هم عايزينه نعمله لهم. ادي بشرنا بصل، ادي معلقه توم، ادي هرست الشطه اهو. فما كانش عندي هريسه فانا فرماها طازه اهي، احمر على اخضر اهو يا حبايب قلبي. الصلاه على النبي، خليكم مركزين معايا. ادي بقى بصوا التوابل ما تعدوش. توم بودر، بصل بودر، كزبره، بابريكا، فلفل، توابل محشي، قرفه، جنزبيل. انا بحب ادلع المحشي. وادي مكعبين شوربه دجاج اهم اتنين. الصلاه على النبي. وادي الملح. بالله عليكم ركزوا عشان هتاكلوا احلى شويه ممبار. خلطه ممبار ما اقولكمش عليها. الصلاه على النبي. وادي بهارات، بهارات محشي يا حبايب قلبي. برضه حطيت حبه تاني. نقلب بقى. مش هقعد ادعكها قدامكم عشان ما تقوليش ايديا ومش ايديا، انا ما بعرفش اعمل حاجه الا بايدي يا حبايب قلبي. امرشها كده واجري على رمرشتها اهو. حط بقى الخضره بتاعتنا غسلينها ومصفينها وقشطه قشطه. كزبره على بقدونس على شبت يا حبايب قلبي. الصلاه على النبي. نقلب بقى الخضره بتاعتنا كده.
احلى الممبار ني في ني. قلت اللي بيسبك له ده دي يعني ايه؟ دي حريه شخصيه، انت بتحبي حاجه مش لازم كلنا لازم مش لازم نكون يعني انا بحب دي انت بتحبي دي، ذوقيه من عندك انت اللي بتحبيه اعمليه مالكيش دعوه. بس هو الممبار في اي حته معمول ني في ني، فاللي بيسبك له دي حريه شخصيه. واللي يحب حاجه يعملها يا حبايب قلبي. قلبنا اهو كده بصلنا على على الخلطه. ادي الصلصه. نحط معلقتين صلصه حلوين كده يا حبايب قلبي اهو. نفضل البرطمان كله اهو. الصلاة على النبي. قلب كده مع بعضينا كده. شبعي الحاجة ببعضيها بالدقة والخلطة كده، تقلبي الحاجة ببعضيها يشبع من بعضيها. نجيب بقى الطماطم اللي احنا بشرينها، كنت اقطعها ولا ايديا وجعاني، هي اتقطعت تبقى فظيعة. بصوا ادي الزيت اهو يا حبايبي، الصلاة على النبي. حطي زيت زي ما انت عايزة. نقلب بقى كده اهو. كل ده احنا حاطين الصلصه بس، ما حطيناش لسه الطماطم اللي انا بشراها وقطعتيها اجمل وجه. دي بشراها مش ضربها في الخلاط، بشراها يا حبايب قلبي اهو. الصلاه على النبي. ايه رايكم بقى في الخلطه بتاعتنا والدقه؟ احلى دقه ممبار، احلى خلطه ممبار. تعمليها كده وانت مغمضه. كمان الكاميرا ظلماها كمان. الصلاه على النبي. ده حمرا حمار جميله جميله، احلى خلطه كده. اللي احنا لينا نامينا لاولادنا اللي هم عايزينه نعمله. كورعايه واحده هندلع بيها الدنيا، وكل اللي طلبوا في حاجه هنعملها له يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي. حطينا الملح اهو تاني. عشان انا لقيتها عايزه شويه ملح فحطيت لها شويه ملح تاني يا حبايب قلبي. الصلاه على النبي. شوفوا الجمال. شفتوا الجمال بالصلاه على ادي الرز بتاعنا غاسلينه برده ومصفيينه ومنشفينه يا حبايب قلبي من الميه خالص اهو يا حبايب قلبي. نقلب بقى مع بعضينا الخلطة الجبارة دي. خلطة جبارة، خلطة أم إسلام لا يعلى عليها. الصلاة عليك، الصلاة على النبي عليك يا أم إسلام، مع الخلطة بتاعتك الجميلة. حبايب قلبي سنة أولى مطبخ سنة أولى جواز، خدوا بالكم من الحاجات دي. لأن الأمهات بتاعتنا الأمهات بتعمل أحسن مني. بس إحنا برضو في الأول وفي الآخر بنعرف ولادنا اللي مبتدئين على الجواز. بالله عليكم إيه رأيكم في الخلطة؟ وكمان الكاميرا ظلماه. نسيت أحط شطة، نحط بقى شوية شطة. أمال إيه؟ امال ايه؟ تزغزغي المعده كده، تخش الشطه كده مع الممباراه تخش على المعده تزغزغ. الصلاه على النبي. ايه العسل ده؟ يا بركه سيدنا النبي. يا بركه سيدنا النبي. طول ما تذكري ربنا حاجتك بتبقى زي العسل. وتلاقي الصعب بيسهل والله. تقولي هعمل ده وده وده، تبصي تذكري الله كده. ادي الممبار برضو بتاعنا غاسلينه برضو بالدقيق والخل والليمون ونقعنا برضو بمعلقه سكر برضو. اللهم صل على النبي. جنزبيل ورق رول وفلفل اسمر. الصلاه على النبي. وادي عندنا كام ورقه عنب كده. كان عندي في هنقل منهم الحلو عشان اشوف انا جايبه لكم على الطبيعه. عشان كان من قبل رمضان هو عندي وما عملتهوش، قلت برضه اعمل له دقيقه صغيره كده. نحشي بقى شويه الورق العنب، ناخد الورق الحلو اهو نحشيه. الصلاه على النبي اهو. نحشي ورقتين كده معاكم، ورقتين وواحدتين من بره، واقعد احشي براحتي بقى يا حبايبي، انا ما بقدرش اقف اهو. اهو كل بقى اللي طلبه هنحشي اللي عايز الورق العنب بالكوارع هنعمله طاجن صغير على قد مش هنزعل حد. واللي عايز الممبار هنعمله له. واكله سهله وبسيطه وكل بيحبها ما يختلفش عليها اتنين يا حبايب قلبي. واللي احنا لنا الا بركه لاولادنا اللي عايزينه نعمله لهم. انا بقى عن نفسي نسيت نفسي، انا بقى كان نفسي في ايه بقى؟ بس قالوا لي لا يا ماما مش لازم، كفايه ده تيجي عليا. انا كنت عايزه طبق فته بالكوارع بصراحه، بس قلت كفايه لان ما عنديش حد كتير والله. الاكل قاعد يومين بناكل فيه والله يا حبايب قلبي اهو. نحشي كام صبع محشي كده. الصلاة على النبي. والكوارع بتاعتنا استوت على النار اهي. ونحشي الممبار بتاعنا كده. الصلاة على النبي. او نحشي ورق العنب ونخلص منه. ونبدأ بالممبار يا حبايب قلب ام اسلام. ايه رأيكم بقى في الخلطة والدقة؟ ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي ويوسع رزقكم ويهديلكم ولادكم وتفرحوا بشهيدهم ونجاحهم ويرزقكم رزقهم. واللي نفسه ويفك ضيقة كل محتاج، واللي نفسه في الخلفة ربنا يديله. ايه رأيكم في صوابع ام اسلام على قدها بقى؟ يلا حبايب قلبي سنة اولى مطبخ سنة اولى جواز. شوفوا الطريقه واعملوها. عجبتكم حطوا له لايك واكتبوا لي تعليق حلو من قلوبكم. ما عجبكمش المحشي الخلطه بتاعتنا
مش عايزه منكم اي حاجه يا حبايب قلبي. الصلاه على النبي، بركه ربنا فوق كل شيء. اهو يا حبايبي، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي خارج مصر وداخل مصر. حبايب قلبي في كل مكان، حبايب قلب ام اسلام، الفانز بتاع ام اسلام، الفريق الجميل بتاع ام اسلام اللي هو دلوقتي مقطقط بكره يكبر ويزيد، وكل حد بيشترك في القناه ربنا يفرح قلبه زي ما بيفرح قلبي، لاني بحس ولادي بيزيدوا، بحس ان انا عيلتي كبيره. كل ما حد بيشترك في قناه وربنا يبارك لي فيه ويخليه ليا بيزود الفريق بتاعي، بحس ان احنا عيلتنا بتكبر، ولادي بيكبروا واخواتي بيكبروا، ويبقى ليا بدل الام كذا ام، وليا بدل الاخ كذا اخ، وليا بدل الاخت كذا اخت، وليا بدل البنت كذا بنت. ربنا يبارك لكم ليا، يبارك له فيكم خارج مصر وداخل مصر، ويديمكم النعمه في حياتي، ما يجيب لكمش حاجه وحشه، ويسترها معاكم دنيا واخره. وزي ما بتفرحوا قلبي ربنا يفرح قلوبكم ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. بتعليق حلو او بكلمه حلوه يا حبايب قلب ام اسلام. بالله عليكم ما تزعلوا من ام اسلام عشان انا مقصره معاكم في الفيديوهات، ما تزعلوش مني يا حبايب قلبي. حبايب قلبي ربنا يديمكم نعمه ويسترها معاكم دنيا واخره يا حبايب قلبي. ادينا بنحشي الممبار اهو بصوا اهو، بتفتحيه كده وتحطي كده، او انا ما نسيت اعمل لكم طريقه تانيه، ما بتحطيه كده بين صوابعك برضو وتحبي كده. الصلاه على النبي زي ما انت عايزه اعملي. ساعات برضو بدل ما بتعمليها بصوابعك بتكفيها على الرزايه وتملاها في ثانيه، بس انا بعمل لكم اسهل طريقه اهو يا حبايب قلبي. بص الخلطه بتاعتنا بتضحك لكم اهي، الخلطه بتاعتكم خلطه جباره بتضحك لكم اهي، الجمال والدلع كله. احلى ممبار، احلى ممبار والله. الصلاه على النبي. ما تملهوش، اهم حاجه حبايب قلب ما تملهوش، تخليه بصوا مبطط كده ما فيهوش اي حاجه، مش مليان عشان ما يفرقعش. اهو يا حبايبي، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي وما تحرمش منكم خارج مصر وداخل مصر، ويسترها معاكم دنيا واخره يا حبايب قلب ام اسلام. وكل سنه وانتم طيبين ويريح قلبكم، ونقوم نعمل اكلنا على ان الناس كلها والله العظيم احنا طالعين من رمضان زي الاكل، بس اهو جت بقى قالوا دي الاكله دي برضو بالنسبه لهم اكله حرشه وما كلهاش في رمضان، فقالوا لي يا ماما اعملها لنا، قلت لهم حاضر، فعملتها لهم. فالواحد بقى ايه، نفسي طبق جبنه قديمه كده بطماطميه بقى كده وبصلايه، والله ادوها اكل، انا ما ادوني اكل من ده، وده اللي موديني في داهيه، ده تعبني على طول. حوادق كده، طبق بصاره، اه طبق عدس لسه الجو طراوه، طبق عدس كده والليمونه والبصل، وطبق بتنجان تاكل لما تشبعي. اه والله مين زي بيحب الحاجات الحلوه كده، الحاجات الحرشه الجميله، شويه مسقعه كده السلق ونكونوا مشطشطين واديله اتش، امال ايه. معلقه سمنه بلدي كده يا حبايب قلبي، دلع الدنيا، حاجات بسيطه هندلع الدنيا. اهو يا حبايبي كفايه قوي كده، معلقه توم اهي. الصلاه على النبي. تعملي ايه يا ام اسلام؟ هنعمل شويه شويه تسبيكه للكوارع المخليه، والكوارع اللي احنا هنعملها طاجن. احنا خليكم معايا الفيديو باذن الله هيعجبكم، باذن الله هيعجبكم، وبعون الله ربنا يفرح قلوبكم، والفيديو ده هيفتح نفسكم. اللي عنده كوارعيه في التلاجة او في الديت طلع ويعمل، اللي عنده ممبار يطلع ويعمل، ويوم ما عندوش ممبار كفايه قوي الكوارعيه تعملها الدلع كله، شويه ورق عنب او شويه اي محشي، بتنجان، فلفل، كرنب، اللي عندك اعمليه، مش واقفه يعني ممبار، يعني مش ممبار حبيب الكل انا ماليش فيه. والله العظيم انا ليا شويه التسقيه مزفلطين كده بالشوربه كده، والسقساقي كده، وتاكلي كده بمعلقه الشوربه كده الدلع كله. بس كل واحد بيحب حاجه. الصلاه على النبي. يا بركه رمضان هلي، لكن رمضان سابنا ومشي، والله العظيم كنا فرحانين كده فرحه ما اقولكمش عليها، سابنا وزعلنا عليه، وهو جاي يستقبله بيبقى فرحانين، وما يمشي بنبقى زعلانين والله. بصوا بقى حطينا الفلفل الاخضر تشوح تشويحه كده ثانيه، ومعلقه خل بقى، يا على الروايح الجميله، يا على الدلع كله. الصلاه على النبي. بصوا مش بصوا، وطبابشوره برضه اهي، مش ضاربه حاجه في الخلاط النهارده، وطبابشوره، احنا عايزين الحاجه بتاعتنا شوز كده جميله. اهو يا حبايبي الصلاه على النبي. سبكوا بقى مع بعضيهم بقى. كعب شوربه دجاج،
شويه فلفل اسمر، بشر جوز الطيب. امال ايه؟ برضو انا نسيت اقول لكم، برضو انا عملت بشرت برضو جوز الطيب على الشوربه. يا على الروايح الجميله. ادي بقى مش هحط حاجه تاني. قلب بقى وتسبك كده يا حبايب قلب ام اسلام. ايه رايكم في الدلع؟ اكله، بصوا اكله النهارده اكله شديده، تستاهل بالله عليكم منكم لايك، ها، وتكتبي له تعليقات حلوه بالله عليكم كده. وربنا يخلي فريق الجميل ما تحرمش منه، كل اللي بيشتري كده ربنا يفرح قلبه زي ما يفرح قلبي، وربنا يكبر بخاطركم يا حبايبي زي ما بتكبروا بخاطري. كده انا حطيت اللهم صل على النبي. كده انا حطيت الايه، الشوربه الممبار. هتقولي يا حمرا ليه؟ ما انا الدقه اللي بتفيد من الرز بيبقى فيها شوربه كده، بصفيها يا حبايب قبل واحطها، يبقى الدلع كله. انت مش حاطه شوربه كتير يا ام اسلام، هقول لكم مش حاطه شوربه كتير، لان السجق بينزل ميه، بينزل السوائل اللي فيه، فانا ما بكترش. هتلاقوا دلوقتي يغلي غلوتين هيطلع لك الشوربه، تبقى الحله مليانه شوربه، الصلاه على النبي. حطينا في الشوربه ايه يا حبايب قلبي؟ نسيت اقول لكم، حطيت في الشوربه ورق روري، حبهان، فصين مستكه اهو يا حبايبي، فلفل اسمر، وندلع الدنيا. بصوا اهي، تغلي، غطيها بقى تغلي على الوتين، هتلاقي ايه الشوربه بقى طالعه على الوش ومالي الحله. حشيت اهو طاجن صغنون كده، ورق عنب كده، الصلاه على النبي. للي عايز بقى ايه، مش هنزعل حد. ادينا عملنا الممبار على النار، والشوربه الكوارع نحطها على الايه، على الورق العنب ندلعه. مش بقول لكم الفيديو الصلاه على النبي جميل، سهل وبسيط، ومش عاملين حاجات كتيره، بس حاجات تتاكل، حاجات حلوه، الصلاه على النبي اهو. بالله عليكم ايه رايكم في العسل بتاعنا النهارده؟ حاجات بسيطه بس زي العسل. بص انا مبين لك البتاع، لان المحشي الكرنب او الورق العنب قبل الرصه الاخيره كفايه قوي، يعني الرصه اللي قدامانيه دي ما تطولهاش الشرب. ادي الورق العنب بصوا، الورق العنب اهي. ادي الممبار بصوا، انا حطيت شويه ميه صغيره، بصوا الميه كبيره ازاي، الصلاه على النبي اهو. مش عايزه انا ميه كتير كده، هو بيستوي جميل. ووطي له بقى النار، الصلاه على النبي، خد غلوتين اهو، هوطي له على النار يا حبايبي قلبي، ويستوي بالدلع كله. كل بقى ما يخش في السوق بينزل لك بقى تلاقي الحله دي اتملت حلوه قوي عسل كده. مش عايزه ازود اكتر من كده يا حبايب قلبي. توطي له بقى النار كده، وطي له النار بقى يستوي مع نفسه في الهدوء التام. ادي طلعت كوارع كده، كده عايز اللي عايز تاكل من الكوارع بقى ياكلها كده اهو يا حبايبي. دي الدقه اللي احنا عملناها. ادي كده طاجن ايه، ما زعلناش حد. ادي طاجن كوارع اهو بالصلصه اهو يا حبايب قلبي، والدقه اهو. وادي حبه صلصه اهو تاني، الصلاه على النبي. احط فيهم الايه، الكوارع المخليه اللي احنا خليناها، الصلاه على النبي، اللي طاجن الورق العنب اهو يا حبايبي. معلش انا اول مره اطول فيديو عليكم كده يا حبايبي، بس عشان اوريكم التفاصيل، حاجات بسيطه بس تعملي التفاصيل بتاعتها جميله. بصوا بقى الكوارع، الصلاه على النبي، ايه الدلع ده كله يا ام اسلام اهو. معلش يا حبايبي، انا بعمل لكم الفيديوهات قصيره، بس الفيديو ده طويل بس والله عشان تستفادوا منه يا حبايب قلبي. هناخد كده بقى ايه، نحط بقى الصلاه على النبي. بصوا بقى طاجن العنب اهو استوى زي العسل. نحط بقى على وشه الكوارع، ونحطها تحت الشوايه يا حبايب قلبي، هي والطاجن الايه، الطاجن الصلاة على النبي، طاجن الكوارع التاني. بالله عليكم ايه الدلع ده كله، الصلاة على النبي. هنطلع بقى الايه اهو، بوريكم بصوا الشوربة، ولا رزية فكة ولا اي حاجة، بصوا بوريكم الشوربة، اللهم صل على النبي. بصوا الشوربة، ولا رزايه ولا حاجة. عمالة اقلب لكم، في ناس بتحبها بتشربها جميلة. طلعنا ونقني بقى بايه، الممبار بنحمر الممبار بتاعنا يا حبايب قلبي. الصلاة على النبي. ده ممبار كده، هو احمد ابني بيحبه ملفوف كده، لازم اعوج له الصبع كده يتعمل. الصلاة على النبي. طلع اهو، ونقلي تاني يا حبايب قلبي
ربنا ايه رايكم في اغاني امي واختي وحبايبي؟ ربنا يخليكم. وسنه اولى مطبخ، ايه رايكم في الاكل بتاعنا؟ تعملي التطبيق دوت واعملي، هيعجبك قوي. طبقي الاكل ده واعمليه وتتفرجي على الفيديو واعمليه، هيعجبك باذن الله. حبايب قلب ام اسلام، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم. ربنا يكبر بخاطركم زي ما تكبروا بخاطري. معلش انا مقصره معاكم في الفيديوهات، بس باذن الله اللي جاي احلى باذن الله. ربنا يديني الصحه ومش هقصر لكم في الفيديوهات. بس بالله عليكم لا تشيروا الفيديوهات وما تنسوش تحطوا لي لايك، عشان اللايك بيرفع القناه يا حبايب قلبي. ادي يا حبايبي طاجن اللهم صل على النبي. ادي طاجن الكوارع اهو اللي هو لوحديه. وادي طاجن الورق عنب بالكوارع المخليه. وادي الشوربه بتاعتنا فظيعه اهو. بصوا بوريكم قشطه قشطه قشطه. بصوا ملبن، بصوا اهو يا حبايبي اهو بالورق العنب. ايه رايكم؟ حاجات بسيطه وسهله. ما تنسوش اللايك.